مش كل حوار بيتنسي، في كلام كتير بيتقال وبيعدي، وفي كلمات بسيطة وممكن تغيرنا من بعد منها. الحلقة دي هنتعلم ازاي تحول المحادثة العادية لمحادثة لا تنسى، وازاي تبني اتصال عاطفي حقيقي في وقت قصير، وازاي تخلي اي تفاعل حتى لو بسيط يبقى ليه اثر كبير. الناس فاكرة ان سر الكاريزما في اللي بيقوله، بس الحقيقة أكتر لحظات الكاريزما تأثيراً بتحصل وانت ساكت بتسمع. يعني إيه؟ يعني تبص في عينه، تسيب مساحة للكلام يتقال ويتسمع، تحس بالنفس بين الجمل، وتدي فرصة إنك تسمع أو تشوف الكلام اللي كمان ما اتقالش. في اللحظة دي اللي قدامك هيحس بحاجة نادرة قوي، هيحس انه في حد فعلا شايفه من جوه، والشعور ده بيفتح باب الثقة وبيخلي اي كلمة هتقولها بعد كده ليها وزن. الناس مش دايما بتفتكر اللي اتقال، لكن دايما بيفتكروا الاحساس اللي وصل لهم والكلام بيتقال. ممكن تقول كل الجمل الصح، بس لو من غير احساس مفيش ولا كلمة هتوصل. مفيش حاجة بتلمس الناس اكتر من كلمة صادقة، مش متلمعة، مش مستهلكة، مش مصطنعة، طالعة بس من القلب، وبكده تدخل على طول القلب الناحية التانية. الصوت الصادق بيتسمع حتى وسط الزحمة. مش لازم تبقى شاعر ولا خطيب ولا مؤثر، يكفي انك تكون صادق لما تقول انا كنت مكانك قبل كده وعارف الاحساس ده، او لما تقول مش عايز ابيع لك الفكرة بس عايزك تفكر معايا. الصدق مش ضعف، الصدق هو اكتر حاجة بتخلي الناس تأمن لك، ولما الناس تأمن لك تبدأ تسمع لك، ولما تسمع لك هتبدأ تتأثر بيك. الناس ما بتحبش الوعظ والكلام الجامد، لكن الناس بتحب الحكايات. القصة مش بس وسيلة تسرد فيها التفاصيل، القصة هي أسرع طريقة توصل بيها لقلب أي إنسان. لما تحكي تجربة ولو بسيطة، الناس بتنسى إنها بتستمع لمعلومة، وبيبدأوا يعيشوا اللحظة معاك، وبيشوفوا اللي انت شايفه، وبيحسوا اللي انت حاسه، وبيحاولوا يفهموا كل اللي بتقوله حتى من غير ما تشرحه. بدل ما تقول الفكرة دي مهمة، قول كان في يوم حصل معايا موقف خلاني افهم ليه الفكرة دي فرقت معايا. الفرق في الاولى انت بتعلن، في التانية انت بتوصل شعور، والمشاعر هي اللي بتثبت وهي اللي بتغير وهي اللي بتسيب الاثر. الناس ممكن تنسى المعلومة، لكن عمرهم ما هينسوا قصة لمستهم. الحوار الحقيقي ما بينتهيش لما الكلام يخلص، الحوار الحقيقي هو اللي يفضل اثره بعد لما تمشي. والسؤال هو، هل كلامك هيفضل معاهم ولا هيتنسي زي أي كلام تاني؟ وعشان تسيب بصمة، خد عندك شفرة الحلقة. كن حاضر بكلك مش بكلامك، اسمع أكتر ما تتكلم، اتكلم بصدق مش باستعراض، احكي قصة بدل ما تشرح معلومة. الكاريزما لما اللي قدامك يحس ويقول لنفسه الشخص ده لمس حاجة جوايا، ولما ده يحصل اللي قدامك مش بس مش هينساك، ده ممكن يغير نظرته أو قراراته، أو يمكن حتى يغير رؤيته لحياته كلها. لو حاسس إن الكلام لمسك، دوس لايك واشترك وشاركه مع اللي محتاج يسمعه. نكمل الحلقة الجاية، وسلام.